يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. خلص العيد وخلص رمضان وشبعنا من الطبيخ وشبعنا من الاكل الشارع وكل ده تمام. قلت بقى ايه، نزلت السوق عشان اجيب اكل، ما لقيتش اي حد واقف بيبيع اكل. رحت قلت والله لا، هعمل لهم اكل الشارع وباوفر بكتير. عملت ايه؟ جبت كيلو دقيق تمام، خدت منه 4 كوبايات معياريه وحطيت له رشه ملح كده بس يا ستي. وابتديت اللي انا اجيب كوبايتين، الكوبايه دي على فكره بمعيار كوبايتين اللي هو المعياري تمام لان هي كبيره. وابتديت اللي انا بقى انزل على الدقيق بتاعي كده خطوه خطوه بالراحه، واعجن فيه لحد ما اشوفه هو محتاج ميه ولا مش محتاج، لحد ما العجينه معايا ولا تبقى جافه قوي ولا تبقى طريه قوي. خلاص يا ستي، بعدين بقى بعد ما عجنتها ولميتها كده كويس، هبتدي بقى شويه دقيق على الرخامه، وابتدي بقى اعجني من 5 ل7 دقايق عشان خاطر العجينه معاكي تطلع ناجحه وتمام التمام. النهارده انا هعمل لهم السندوتشات السوري اللي هي بتاعت البطاطس، اللي هي بتتباع في الشارع من اول العيش لحد التوميه ولفه السندوتش تمام. انا قلت هتوفر معايا كميه كبيره، وما شاء الله ال4 كوبايات الدقيق دول عملوا لي كميه كبيره من العيش هتشوفوها دلوقتي. وكمان عملت لهم التوميه في البيت. المهم قعدت ايه، اعمل كده العجينه لحد ما بقت طريه معايا خالص وملساء زي ما انتم شايفين كده اهو. هغطيها بقى ترتاح ربع ساعه تمام لحد ما اعمل التوميه بتاعتي. التوميه هتكون عباره عن ايه، كوبايتين معياريه تمام، ونص كوبايه من النشا. وهبتدي ان انا اقلبهم كويس جدا قبل ما احطهم على النار. وبعد كده بقى تعالوا معايا لما نحطهم على النار بقى ونشوفها. بس اهم حاجه ان انت تقعدي تقلبي كويس جدا جدا. يلا بينا بقى على البوتاجاز ونشوف. وطيت عليها النار وحطيت كده النشا بالميه بتاعتي، وابتديت اللي انا اقلب لحد ما لقيتها ان هي هتبتدي ان هي تتقل معايا خلاص. هبتدي بقى ان انا اطفي عليها. هنشوفها دلوقتي برضو ازاي، زي المهلبيه بالظبط. بصوا شايفينها، اهم حاجه تكون ايه، ملسه كده، يعني تكون ما تكونش مكلكعه، يعني تكون بصوا شايفينها عامله ازاي، ما تكونش كمان تقيله قوي لان هي كده كده بتتقل. هسيبها بقى تبرد خالص وهوريكم بقى المكونات اللي انا هحطها عليها. هحط بياض بيضه ومعلقه ونص خل كبيره، وهحط كمان 3 معالق 4 معالق تقريبا، هم 4 5 معالق كده من الزيت كبار. وحطيت ايه تاني، ملح تمام كده. وحطيت توم وليمون. هبتدي بقى اجيب المهلبيه اللي احنا عملناها النشا على الميه دي يعني، واحطها في الخلاط. وهحط شويه ملح يعني معلقه كده، واحط 5 فصوص من التوم، وهحط عصره ليمونه واحده. وعشان احنا كمان حاطين ايه، معلقه ونص خل تمام كبار. وكمان حاطين وادي بياض البيض و5 معالق كبار من الزيت. وابتدي اخلط كل ده. وبعدين كمان هحط شويه شطه، احنا بنحب التوميه تكون حريقه تمام، زي ما بنجيبها كده من عند الراجل بنقول له حط لنا التوميه حراقه. دي كده التوميه خلاص مهمتها خلصت معانا. وادي العجينه اهي بعد لما خلصت وارتاحت شويه. بصوا بقت جميله وطريه، عايزه اقول لكم طريه جدا جدا، بتروح وتيجي معايا كده، وده اهم حاجه في العجينه بتاعتك. هبتدي بقى ان انا اقطعها. عايزه اقول لكم عملت معايا 14 رغيف، وده حلو جدا جدا يعني، وفرت معايا بصوا كتير. والنهارده هنعمل الوصفه بتاعتنا ببطاطس بس. انت بقى زي ما تحبي، عايزه تعملي بطاطس، عايزه تعمليها فراخ لحمه. انا كده كده ما لقيتش ولا حد ولا بتاع فراخ فاتح ولا بتاع لحمه فاتح، فقلت ايه، هعمل لهم بطاطس زي ما بنجيبها من بره. عايزه اقول لكم احنا كنا بنجيب السندوتش ده ب5 جنيه، وبعد كده بقى ب7، وتقريبا دلوقتي بقى ب10. وبطاطس فاهمين انتوا، فطبعا لا ده كده الاوفر بالنسبه لي. عملتها بقى كور كده ورشيت عليها شويه دقيق زي ما شفتوا، وابتديت اجيب من اول كوره كورتها وابتدي ان انا افرد كده. ابتديت بقى اللي انا افرد كل كوره زي ما انتوا شفتوا كده اهو، كل واحده قد التانيه. طبعا احنا كده ما خلصناش فردها، بس انا هفرد 4 كده مع بعض. لازم كل واحده تكون قد التانيه بالظبط، عشان هوريكم احنا هنعمل ايه دلوقتي. هنعمل العيش بتاعنا، هنسويه بطريقه سهله جدا جدا، احسن من انك تعمليه واحده واحده. لا احنا هنعمل كذا واحده مع بعض وهوريكم ازاي. فردت كده 4 اهو، وبعد كده جبت 3 معالق زيت كبار سخنين جدا جدا، سخنتهم جدا جدا على النار. وبعدين حطيت عليهم معلقتين دقيق، وبعدين حطيت معلقه دقيق تاني. المهم انا عايزاه القوام ده زي ما انتوا شايفين كده، وهو الزيت سخن. هبتدي بقى ان انا اجيب العجينه اللي انا فردتها، هعمل كده واحده واحط عليها تدهيني زيت كويس جدا من كل الجناب وعلى العجينه كلها.
وهنحط واحده تاني، ده علشان خاطر نسوي كله مع بعض، وفي نفس الوقت الرغيف ده ما يلزقش في الرغيف اللي تحتيه، وهتسويه بكل سهوله، مش هياخد معاكي اي وقت. دي كده خطوه جميله جدا جدا وسهله معاكي، بحيث ان انت ما تعمليش رغيف على النار. ولو حابه ان انت تعملي رغيف براحتك، بس جربي التجربه دي وما تقلقيش، مش هيحصل اي حاجه. عملت بقى الاربع كرات كده، وفوق ومن تحت حطيت دقيق، ما حطيناش بقى زيت واللي احنا عملناه ده خالص. بس عايزه اقول لكم بصوا الزيت مخليها سهله جدا معايا في الفرد. ما تحاوليش ترققي الرغيف قوي، تمام، عشان خاطر ما يتقطعش منك. بس اهم حاجه برضو تكوني فرده كويس عشان ما يبقاش تخين. الرغيف بتاع الشاورما ما بيبقاش تخين، اللي هو العيش السوري ده مش بيبقى تخين، بيكون رقيق خالص وشفاف. بس ما ترققيهوش لدرجه ان هو يتقطع. شايفينها بتتفرد معايا بكل سهوله، عظمه عظمه. هروح بقى على النار، وجبت بقى اي صينيه عندك بتاعت اكل، بتاعت فرن يعني، وهتحطيها على النار. اهم حاجه الصينيه تكون سخنه. بصوا شايفين الجمال، العظمه بقى بتاعتنا. 5 ثواني وتقلبي، 5 ثواني بتقلبي كده، ما تصبريش عليه، بحيث ان اللي من تحت واللي في النص يستوي وفي نفس الوقت ما يتحرقش. بصوا شايفينه ابتدى يفك من بعضه ازاي، ما شاء الله، اللهم صل على النبي، حاجه كده خرافه خرافه بجد. شايفين بقى الجمال، اللهم صل على سيدنا محمد. اهم حاجه ان انت تفتحيه من بعضه كده وهو سخن، ما تسيبوهوش يبرد عشان ما يلزقش في بعضه. بصوا شايفين، ده اهم حاجة في الموضوع. بالراحة جدا جدا عشان ما يتقطعش منك الرغيف. بصوا الرغيف عامل ازاي وشفاف وجميل جدا جدا. بصوا بيتطبق وبيتفرد تاني، ولا بيتقطع ولا ناشف ولا اي حاجة. نفس الطريقة هي هعملها في كل العيش. بصوا شايفين الجمال، اللهم صل على سيدنا محمد، خرافة خرافة بجد. شايفينه عاملة ازاي، تحفه تحفه تحفه. جربيه بالطريقه دي، هتوفري بقى ان انت تجيبي عيش سوري من بره وسندوتشات من بره. احشي بقى زي ما انت حابه. بصوا الاربع كوبايات عملوا معايا 14 رغيف. ولو في رغيف اتلسوع منك شويه برضو عادي جدا، بتقلبيه على الحته اللي هي اتلسوعت منها، وبعدين بتلفيه وبتحطيه على النار زي ما هنعمله دلوقتي. بيكون زي الفل، ما فيهوش اي حاجه، وبيبقى سهل معاكي كمان في ان انت تطبقيه وتفرديه، مفيش اي مشكله. ابتديت بقى اللي انا احط التوميه، وجبت لهم بقى كده كمان كابوتشا، ما انا قلت لازم ادلعهم شويه، مش معقوله يعني. حطينا بطاطس، في سندوتشات عملتها ببطاطس، وعلى فكره في كمان سندوتشات عملتها بالجبنه الرومي مع البطاطس، بس ده بقى انا ما صورتهوش، بس هوريه لكم برده في الاخر. وفي سندوتشات عملتها بالجبنه الرومي بس، فاهمين قصدي يعني. لما لقيت كمان البطاطس ما قضتش، بعدت جبت جبنه رومي وعملتها جبنه رومي وخس، كانت جميله جدا جدا. بصوا ده ملسوع سيكا، بنعمل ايه، بنقلبه على الحته اللي هو مش ملسوع يعني، هو استوى شويه، هو المفروض يكون ني، تمام. قلبته على الحته اللي هو مستوي منها، وهبتدي ان انا الف السندوتش عادي. وزي ما وريتكم ده سندوتش السوري بيتلف كده، بنطبق وبعدين بنطبق من الجنبين. ده حطيت فيه كاتشب، تمام. انت بقى حبي زي ما انت عايزه تعملي شاورما فراخ، انا سهلتلك بس الموضوع. موضوع التوميه والعيش ده اهم حاجه، بعد كده اي حشو ده بيكون سهل، تمام. بس انا قلت برضو ادلعهم كده شويه. جبت بقى الجريل بتاعي او الطاسه، اي حاجه عندك تسخنيها، حاجات بسيطه يعني، تسيبها تسخن بس توطي عليها النار عشان ما يتحرقش الرغيف معاكي. وهبتدي ان انا لفيت كده الرغيفه بتاعتي وحطيتها على النار زي ما انتوا شايفين، هتاخد وش وهقلبها الناحيه التانية. وكده يكون نكون احنا خلصنا السندوتش بتاعنا. زي ما قلت لك، عايزه بقى تحطي جبنه رومي، انا بعت بعد كده جبت جبنه رومي. طبعا انا ما عملتش الكميه كلها دلوقتي، لان انا يعني مش بنحبه سخن، فاحنا حبينا كل ما نيجي ناكل نعمل، تمام. احنا عملنا دلوقتي بس كده، كلنا كل واحد على قد ما قدر يعني، وادي الباقي سيبناه بقى لحد لما نيجي ناكل تاني نبقى نعمله. بصوا اللي بالبطاطس عامل ازاي، جميل جدا جدا جدا، روعه بجد، جميل قوي. وكمان بقى ده اللي بالجبنه الرومي. بصوا ده اللي انا عملته بالجبنه الرومي بعدين، شايفين حطيت بطاطس وحطيت معاها جبنه رومي، كان تحفه جدا جدا. بس يا ستي، وده كان الفيديو بتاعي. ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمه الله.